المشكلة مع تنظيم الإخوان. يعني وهم الإخوان الحقيقة أن يريدوا أن يصوروا الإمارات بأنها سجن كبير أو أن الأمن يسيطر على مفاصل الحياة. هذا موجود في عقولهم، في أذهانهم الحقيقة، لكن غير موجود في واقع الحياة. طبعا بالفترة الأولى اللي هو جاية حقوق الإنسان وشايفتنا، طبعا للأسف ما في شيء اسمه حقوق الإنسان في الإمارات، ولا شفنا ولا منظمة، مع أنه طلبناها في السجن المدني وما إجت. في الفترة الأولى يبين جلد على اليدين والأرجل، يبين على الأظافر تصير سوداء يعني من الدم يخزن، تمام؟ فهم يحتفظون بالسجل لفترة حتى تذهب هذه الآثار، تمام؟ وأنا أتحداهم أي إنسان يدخل إلى جهاز أمن الدولة لازم يدخل في هذا سيستم التعذيب المحدد. أي إنسان يدخل مهما كان.